پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق 6 روز ماه شوالی ده 6 روز گرتنا روزی ماه شوالی و هذا بيجي حدیثی که خوی صحیح ده. صيام رمضان ب10 شهر. ماه رمضان تكي دهمه خيرك بدهاية أو دهمه تي حسابه. وصيام 6 أيام بشهرين روجيا 6 روجاجي أو جي دمها تي حسابه فذلك صيام السنة. پیغمبر به أبا روجيا صالكي تمام بو. يعني برمضان وبشش روجي شوال بيرة وكا كمروف صالكي روجي قلت بي خود تعالى جمروف قبولتكي يا باشوا كو رمضان خلاص بو همان مروف دست بروجيا شش شوالي بكي جانا مانع چه دبن فرصات اجداسي مروف درافي ancak وقتی که به تقسیم کردن لماه شوال 6 روزه ها مرد و مهدا 6 روزه خواب بگیری دی سوی خودی و خیری دده مروف عالم اسلامی ساقطنا مروف سراو که زحب سکنه مثلا روزیات دشنبو پرشنبه و حتیش مروف به مروف سر بسکنه در حق ویدی جی پیغمبر هاد بیجی تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. شحفتي عمل إنسان رجاء دشنبو رجاء بيشنبه دشي حضور رب العالمين. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت يا استخوازم كو عملي من قبا هر عرضي خوده ببي شاني خوده بدن از بروجي بم بلد نابع عمل مدى إلا روجي هبه. الحديث كديدة بيغمبر دي ساعات بيجي تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين. عمل إنسان ده هر جمعة ده دجار عرضي خدا دبه يوم الاثنين ويوم الخميس روجي الشنبو بيرشنبه فيغفر لكل مؤمن. هر مؤمن اشترف خده و تعفو کرن إلا عبد بينه وبين أخي شحناء آنجا عبده کی کنا بینوی برای مسلمان ده بغض و کین هبه غید هبه فيقول اتركوا أو ارجعوا هذين حتى يفيئا دبي و هر دو ترک بکن و پاش بخن حتى كلاب نون حتى لب نون عملي و تأسقية دميني عملي و معلق دميني جوي قاسي جركا سيرو جا زحفتش نابينا مسلمان دا غيت توابنك ويكشي أيام البيض هنا حيف دوا دا زح بارلاقا پیغمبر صلى الله عليه وسلم در حق وعد جيد بيا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15 جواتج مهي 3 روزي بگره روزا 13 مهي 14 مهي و15 مهي روزي بگره يا أبا ذر. حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديثه كي كو عبد الله كري عباس رواية كريا بكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. أيام البيض ند مال ند سفر ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوا ده ند فطري إلا روجيا وادقك يعني مها هايوي روجا 13 مهي 14 مهي 15 مهي وقت مروف هر 3 روجا بگری هر وکی کمروف صلوات بروجيا. رب عزته صيام قيامة بمها مبارك شما تبا قبول بكي.